هلا حبايبي، شلونكم اخباركم؟ تدرون ردت احكي على فد سالفة صارت، يعني والله العظيم اكو اطفال يعني جهال حالتهم تكون كلش ضعيفة بحيث ما يتحملون. ما ادري ايش سوينا القلم. هسه خل اخلص وبعدين اجيب القلم. اوكي. اي فدا اقول لكم اكو اطفال والله تكون حالتهم كلش ضعيفة، يعني ما يتحملون عين ابدا. يوم الجمعة كان دودو عندها مناسبة بالمدرسة، انه يعني قالوا لبسوهم حلو وراح يغنون وهاي السوالف، يعني فد فعالية كلش حلوة يسووها مال كريسماس وراس السنة. فطبعا لبستها وحلو، يعني رتبتها وسويت لها شعرها وهيج، ودزيت الملابس مال الحفلة، يعني اعطيتها للمعلمة لأنه هي لازم تبدل لها لما يصير وقت الحفلة. وكلش كانت حلوة طالعة ما شاء الله تخبل، بحيث لما خلصت الفعالية قاموا الأهالي الموجودين يجون يقولون بنتك ايش قد حلوة تخبل وايش قد حلو لبسها والبدلة مالتها لابستها ايش قد حلوة. طبعا شكرا. وهذا خلصنا، أخذت دودو رحنا للبيت. ورا كم ساعة ما أشوفها غير شوية شوية هيك على غفلة تعبت هيك بدون سبب، يعني لا هو تمرضت ولا قحة ولا أي شيء، بس مجرد إنه تعبت على غفلة وراحت مثل يعني كلش انتهت، ما أدري صار لها. وعلى غفلة حرارتها وصلت 41 كارثة، فد شي مو طبيعي. طبعا رأسا كمادات وطببت لها غسلت لها دواء كالبول نطيته يعني باراسيتامول ونامت. رأسا شغلت قرآن وهاي التعاويذ والرقية الشرعية، الليل كله أنا قاعدين حاطين القرآن والمعوذات والرقية الشرعية. الحمد لله يعني قعدت الصبح أحسن وراحت الحرارة نزلت. بس إنه سبحان الله، أنا من أول أدري طبعا، حتى مرات من أنزلها بالسوشيال ميديا رأسا ورا كم ساعة تتمرض، هم ترتفع حرارتها وتتعب وتتخربط. بعد قمت أخاف من خاف أنزلها. اي فوالله يعني لما يقولوا لي إنه دير بالك من العين ومو كل طفل يتحمل عين وحالتهم الأطفال تكون ضعيفة، هسه صدق قمت أصدق يعني هذا الشيء حقيقة، ترى مو كذب والله. الله يحميها ويحمي كل الأطفال من العين.